باعتبار الاكتظاظ الذي تعرفه معتمدية المحمدية من ولاية بناروس جراء نقص المرافق الإدارية العمومية المتخصصة، يتنقل أهالي الجهة إلى المناطق المجاورة أو إلى وسط العاصمة لقضاء مصالحهم، ويشتكون غياب وسائل النقل الحاد. دار خدمات جديدة تم افتتاحها في المكان تبلغ معها نسبة التغطية الوطنية بمرفق دار الخدمات نسبة 65%. افتتاح دار خدمات جديدة بالمحمدية للتخفيف من عناء تنقل المواطنين بين مختلف الإدارات، مركز يقدم عددا من الخدمات للمواطن على غرار خدمات الصناديق الاجتماعية وخدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. دار الخدمات تجمع 4 مصالح حاليا اللي هي السونات والسي ان ار بي اس الكنام والسي ان اس اس، وهما باش يقدموا الخدمات نتاعهم على المستوى المحلي لكافة المواطنين، سواء متساكنين معتمدية المحمدية ولا حتى المناطق المجاورة لها. إنجاز كبير برشا باش يخفف عناء التنقل لبن عروس والمروج والوسط العاصمة، باش تولي عندهم خدمات. الصناديق الاجتماعية 3 موجودة، الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه موجودة، مع ستاج موجودة كذلك. هذا سعينا له في المجلس البلدي هذه باش نقرموا الخدمات الكل من المواطنين نتاعنا، وإن شاء الله تري بيانتو ثم مركز البريد وثم قباضة زاد اونكور قاعدين نخدموا عليها. وإن لاقى هذا المشروع استحسان المواطنين في تقريب الخدمات منهم بدل عناء التنقل لكل من المناطق المجاورة، فإن الشغل الشاغل يبقى حل مشكلة النقل لسكان هذه المنطقة. واحنا عندنا مشكل النقل وتقريب الخدمات بالنسبة للمواطنين حاجة مهمة جدا، خاصة معناها المعاناة اللي نعانيو فيها احنا في النقل في المحمدية. حقيقة نحن نحيوا هالمجهود الكبير هذه اللي قامت به البلدية، معناها وسعات باش تقرب هالخدمات للمواطن. أكبر نقص تعاني منه منطقة المحمدية هو النقل اللي هو يسهل برشا خدمات للمواطن. دار الخدمات هذه واللي كنا طلبنا بها منذ سنوات، نظن أنه معناها باش تنقص شوي، لأنه المحمدية شهدت امتداد واكتظاظ سكاني رهيب. ارتحنا الحقيقة من التنقل ومن المشي والجري، هذا إنجاز وبارك الله في اللي كان منها السبب في الإنجاز هذا. نقلنا كل هذه التشكيات لوالي بن عروس عز الدين شلبي الذي شدد على ما لدور هذا المشروع من تخفيف عناء النقل على المواطنين، مؤكدا أن هذا المشروع هو اللبنة الأولى لعدد من المشاريع الأخرى التي ستخفف العزلة على هذه المنطقة. ثم بعض الوضعيات الاجتماعية اللي مش قادرة حقيقة أنه يتنقل، ياخذ تاكسي باش يمشي الإدارة الفلانية وياخذ تاكسي أخرى باش يمشي الإدارة الفلانية. نحن واعيين تماما بمدى حاجة معناها مواطني المحمدية مثل هذا المرفق، وهذه اللبنة اللي بريقة أمل تعتبر لدى يعني أهالينا في المحمدية اليوم. نقول لهم ستتليها انجازات اخرى، يعني مشروع لارافير ان شاء الله باش يرى طريق النور معناها في قادم الايام، فهمتني. واحنا بطبيعتنا راهو اليوم التقريب معناها كل ضروريات الحياه من ابناء وبنات المحمديه اصبحت بالنسبه لنا نحن شغلنا الشاغل اليومي. تم اليوم تدشين دار الخدمات بالمحمديه، وتوازيا مع ذلك تم تدشين بإشراف السيدة الولاة 4 دور خدمات أخرى. دور الخدمات ستوفر فضاء تتوفر فيه الخدمات الأساسية. هذا وتؤكد ألفا سولي مدير عام للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة تواجد 80 دارا للخدمات في الجمهورية التونسية تغطي 100 معتمدية بنسبة تغطية تصل إلى 65%، على أمل أن تصل نسبة التغطية إلى 90% في حدود 25 و2000.